السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا، هي وصفة مشروبات كلها للناس اللي بتحب المشروبات الدافية في الشتاء، وفي نفس الوقت احنا بنحتار كل يوم ان احنا نشرب ايه. احنا النهاردة هنعمل هوت شوكليت ب7 نكهات مختلفة، كلهم حلوين وفي منهم حاجات غريبة، ميكسات غريبة كده شوية. تجربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا. احنا النهارده هنعملهم بسهوله خالص وبمكونات كلها في البيت. مش هنسال على ماركه هوت شوكليت ان هي ايه الماركه اللي احنا المفروض نشتريها، لا احنا هنعملها بمكونات في البيت اقتصاديه جدا ومن نكهات مختلفه، ويعني زي اللي بتبقى في الكافيهات بالظبط. لو انتوا اول مره تشوفوني وبتشوفوا قناه مملكه اسيا، اعملوا اشتراك لو عجبكم الفيديو في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الوصفات الجديدة بتاعتكم. ولو انتم مشتركين، لايك وشير للفيديو. ما تنسوش تنضموا لجروب مملكة آسيا على الفيسبوك والبيج مملكة آسيا، وتتابعوني على الانستجرام. يلا بينا نشوف احنا عملناهم ازاي. طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص ومكونات في البيت. هنا احنا هنبدأ ان احنا نعمل الهوت شوكليت. ناس كتير بتسأل عن ماركات الهوت شوكليت وايه احسن ماركة وكده. احنا ممكن نعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا، وهيطلع معانا زي الكافيهات واحسن كمان، واحسن من اي ماركة انتي بتجيبيها. احنا هنا معانا كاكاو خام. في كذا نوع من الكاكاو دلوقتي، هو يعتبر الاسباني احسن نوعا ما من الانواع التانية. احنا بنشتريه دوت نص كيلو تقريبا ب 30 جنيه. فانتي لو جبتي مثلا كيلو هيبقى 60 جنيه، وانتوا مثلا عدد افراد الاسره كبير، هتفضل عندك فتره طويله. وفي نفس الوقت هتعملي منه كذا مره. دوت المكون الاساسي معانا النهارده. معاكي شويه نشا ومعانا اضافات تانية بسيطه، وهنبدا ان احنا نعمل الهوت شوكليت، وهيطلع معاكي ناجح وهيطلع معاكي طعمه مميز. وان انت هتعمليه كل يوم، يعني هنعمل 7 نكهات كل يوم بنكهة مختلفة. أول نوع من الهوت شوكليت هنعمله اللي هو الأمريكي، وإضافاته ومكوناته بسيطة جدا. أول حاجة بتحطي المكونات كلها في أي نوع هوت شوكليت على البارد. بنبدأ إن احنا نضيف اللبن أول حاجة، وهنحط كاكاو خام معانا معلقتين كبار للمج اللي انتي هتعمليه. انا هعمل فنجان، فانتي المج اللي عندك هتحطي له معلقتين كبار، وطبعا السكر حسب الذوق. وهنحط فانيليا وسكر. هو دوت مكونات الهوت شوكليت الامريكي. لبن، كاكاو، سكر، فانيليا، بس مفيش اكتر من كده. وبتبداي ان انت تقلبي المكونات على البارد. انا هحط معلقتين سكر صغيرين، وانتي لو حابه تزودي السكر على حسب الذوق. بنبدا نقلبهم وبنحطهم على النار، واول ما بيجهز او اول ما بيغلي معاكي بتبداي ان انتي تطفي عليه. وهنا جهز معانا الهوت شوكليت الامريكي، وبقي عندك هوت شوكليت بنكهه جميله جدا ان انتي تقدري تشربيه في اي وقت. دوت اول حاجه جهز معانا. معانا الوايت هوت شوكليت. هنعمله ازاي؟ هنحط له الشوكولاته البيضه الخام. هنحط مكعب واحد للفنجان، وهنعمله بالحليب البودر، اي نوع حليب بودر عندك. وهنحط له سكر والباقي ورشه فانيليا. هو دوت مكوناته بسيطه جدا وسهله جدا، ومفيش اسهل من كده. هنحط كوبايه حليب، وهنحط معاها معلقتين كبار حليب بودر، وهنحط معاها رشة فانيليا والشوكولاتة البيضة. يبقى كده معاكي الوايت هوت شوكليت. هنا انا قطعت مكعب الشوكولاته، وهبدا ان انا اضيفه عليها، وهبدا ان انا احطها على النار. وبنقلب بالراحه خالص المكونات الاول على البارد، وبعد كده بنرفعها على النار. هنا بقي جاهز معانا الوايت هوت شوكليت، تاني نوع معانا.
هنا معانا الهوت شوكليت المكسيكي. الهوت شوكليت المكسيكي للناس اللي بتحب الحاجة اللي هي مشطشطة شوية او بتبقى حراقة، بس هو بيتعمل باضافة انا مش هستعملها النهاردة. هو بيتعمل ان هو بيتحط في مكوناته شطة. احنا هنلغي الخطوة ديت وهنعمله بالمكونات الاساسية بتاعته. هنحط لبن، هنحط كاكاو خام، معلقتين كبار كاكاو خام، وهنحط قرفة، هنحط معلقة صغيرة قرفة، رشة قرفة كده معاه. ديت برضو بتدي زي يعني طعم حراق شوية فيه. هنحط القرفة الخشب او العيدان، هنحط واحدة معاه، وهنحط السكر بيبقى حسب الرغبة بتاعتكم. يبقى هنا كده احنا معانا الهوت شوكليت المكسيكي، بس بخلطتي انا ان احنا حذفنا منه الشطة. هنقلب المكونات على البارد وهنبدأ ان احنا نحطه على النار. وهنا بقي جاهز معانا الهوت شوكليت المكسيكي بالقرفة، ان انتوا تقدروا تشربوه في اي وقت. هنا احنا هنبدأ نعمل الهوت شوكليت بالنيوتيلا. انا هوريكم يعني 3 انواع انا استعملتهم بديل للنيوتيلا، ولقيت منهم الكويس ولقيت منهم اللي طعمه مش قريب منها. يعني في النوعية ديت انا حسيتها كويسة جدا، هي والنوعية دي. يعني النوعين دول انا حسيتهم ان هما كويسين. اما النوعية دي انا حسيتها ان هي يعني طعمها مش حلو قوي، حتى الولاد ما حبوهاش. ما كانش طعمها قريب قوي من النيوتيلا، وما كانتش حلوه قوي. دلوقتي هنبدا نعمل بقى الهوت شوكليت بالنيوتيلا. معانا لبن، وهنحط معاه معلقتين كبار من النيوتيلا، هنحطهم معاها. وهنبدا نحط طبعا السكر حسب الرغبه في يعني في كل الهوت شوكليت اللي احنا هنعمله النهارده هيبقى السكر حسب الرغبه. وهنحط يعني ايه معلقه صغيره كده من الكاكاو مع النيوتيلا، وهنحط بقى السكر. يبقى كده احنا عندنا الهوت شوكليت بالنيوتيلا، بيبقى طعمه جميل جدا وطعمه مميز، وهتجربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. هنبدأ ان احنا نقلب برضو المكونات على البارد، وبنحطه على النار. اول ما بيبدأ ان هو يغلي بنبدأ نطفي عليه. هنا بقي جاهز معانا الهوت شوكليت بالنيوتيلا، ان انتوا تجربوه وطعمه مميز وهيعجبكم جدا، وخصوصا للناس عشاق الشوكولاتة يعني والنيوتيلا. هنعمل الهوت شوكليت بالكراميل، او يعني هي خلطة كده بتبقى غريبة شوية، ان هو في تركيبته بيكون فيه ملح، بس احنا هنعمله من غير ملح. فانا هبدأ ان انا احط في هحط يعني سكر، وان انا اسيبه يكرمل على النار من غير ما انا يعني احط ايدي فيه خالص. اول ما يبدأ يكرمل هنبدأ ان احنا نضيف عليه زبدة، وان احنا نبدأ نشتغل بيه. هنا بعد ما السكر بقي باللون البني دوت بالطريقه دي، هنبدا ان احنا نضيف عليه معلقه كده او نص معلقه زبده، وهنضيف معلقه بعد كده لبن واحده عليه. بصوا هنحطه وهنقلب بالطريقه دي كده، وهنبدا ان احنا نضيف معلقه واحده لبن عليه. بصوا هو بيبدأ ان هو يبقى بالطريقة دي كده، وبعد كده احنا بنضيف عليه معلقة لبن واحدة، وبنسيبهم لغاية لما هما بيغلوا مع بعض. بصوا هما بيبدأوا ان هما يجمدوا معاكم، بيبدأ ان هو يبقى بالطريقة دي ان هو بيجمد معاكم، فانت بتبدأي ان انت تقلبي فيه كده لغاية لما يبدأ ان هو يفك معاكي تاني. وبعد كده بنبدأ نضيف باقي السكر، وبنضيف الكاكاو، وبنضيف اللبن. بقي معانا بالطريقه ديت وبقي لونه بني، هنبدا ان احنا نضيف باقي مقدار السكر اللي معانا. هنحط معلقه كده ونص سكر عليه، وقلت السكر حسب الرغبه. هنضيف كيس نسكافيه بلاك عليه. طبعا مع الاضافات دي كلها انا قلت لكم ان هو الكراميل ده بيبقى المفروض معاه ملح، احنا مش هنحطه طبعا. وهنحط معلقتين كبار كاكاو خام، وهحط معلقه صغيره نشا، بس هضيف اللبن الاول. هبدا ان انا اضيف اللبن كده بالتدريج،
وهبدأ ان انا اضيف معلقة نشا معاهم، وهنبدأ ان احنا نقلب على البارد. انا نزلته من على النار، هبدأ ان انا اقلبه كويس، وبعد كده ان انا ارفعه على النار تاني، وبعد ما يغلي نبدأ ان احنا نقدمه. وهنا معانا الهوت شوكليت بالكراميل بقي جاهز معاكم ان انتوا تقدروا تقدموه في اي وقت. معانا الهوت شوكليت الايطالي، وهو ده اشهر هوت شوكليت الناس كلها بتعمله. بنحط لبن وبنحط معاه الكاكاو، طبعا هو البطل معانا النهارده. ان احنا بنضيف معاه طبعا النشا، معلقه كبيره بنحط معاه نشا، وبنحط معاه السكر على حسب الرغبه بتاعتنا. والهوت شوكليت الايطالي ده اشهر حاجه، يعني معظم الناس هي اللي عارفاها وبتعملها دايما. وهنضيف معاه مكعب شوكولاته من الشوكولاته الخام برضو هنحطه معاها، انا مقطعاه. هنقلب المكونات على البارد وهنرفعه على النار. هنا معانا الهوت شوكليت الايطالي بقي جاهز وبيكون سمكه تقيل شويه عشان فيه نشا. الهوت شوكليت العادي اللي انا مرضتش ان انا يعني اعمله قدامكم، ان هو مش مستاهل، هو لبن وكاكاو والسكر، ده الهوت شوكليت العادي خالص اللي احنا بنعمله. فانا عملته في كوبايه مختلفه عن الفناجين التانيين، وبتحطي يعني مكوناته بسيطه خالص، ودوت عادي ما فيهوش اي حاجه خالص. هنا معانا 7 اشكال او 7 نكهات للهوت شوكليت عملناهم النهارده. ال7 مختلفين، نقدر ان احنا نشرب نوع كل يوم للناس اللي بتكون محتاره ان هي تشرب ايه. اهم معلومه هنطلع منها من الفيديو بعيد عن الكاكاو: اولا الكاكاو من مسببات الحساسيه، فاحنا لو عندنا اطفال هنديهم كاكاو ناخد بالنا كويس جدا من موضوع الحساسيه ديت. حاجه تاني، حاجه لو هم بيكحوا، الكاكاو بيقفل الصدر هو والحاجات اللي فيها شوكولاته والحاجات اللي هي زي الفراوله والموز، فانتوا هتاخدوا بالكم جدا من الموضوع دوت. ولو هم بياخدوا يعني ادويه حساسيه بعد ما يشربوا الكاكاو، ضروري جدا ان انتوا تديهم دواء حساسيه. دي اهم معلومه ان انتوا تاخدوها النهارده. ومش مهم طريقه الهوت شوكليت اتعملت ازاي، بس دي اهم معلومه ان احنا نطلع بيها النهارده من الفيديو. يا رب ان شاء الله باذن الله الوصفه تعجبكم، وان انتوا تجربوهم، نكهات كلهم مختلفين وهيعجبوكم جدا.